كنا انا يعني نقاش بهذه النقطه، قلت له انا سمعت اكثر من مشايخ الشيعه انه يقولون احنا عندنا زوجات النبي منزهات من الزنا. فقال احنا عندنا علماءنا اكثر من عالم عددهم الي انه اتهموا انه عائشه بالزنا. هل هذا الكلام صحيح ام كلام غلط؟ اخونا هو يستدل على روايه، طبعا روايه ضعيفه ساقطه عندنا، يستدل على روايه في كتاب بتفسير علي بن ابراهيم القمي، والروايه ضعيفه. نعم هذا الشيخ يعتقد بزنا عائشه هو، ولكن هل علماء عندنا صرح؟ لا بس واحد عالم من 7000 عالم صرح بزنا عائشه، بس واحد، وهذا لا يعتبر دليل. نحن سنعطيك ايضا من المدرسه اللي يتم لها الشيخ اللي انت ذكرته انه ينزه زوجات النبي، كتاب ليالي بشاور ومناظرات حوارات سلطان الواعظين السيد محمد الشيرازي، ماذا يقول؟ اما نحن الشيعه فنعتقد ان كل من يقذف واحده من زوجات رسول الله بالزنا فهو ملحد كافر ملعون مهدور الدم، لان ذلك مخالف لصريح القران واهانه لرسول الله. هذا صحيح يعني كلام السيد الشيخ محمد الشيرازي ليالي بشاور. اما ما نعتقد عائشه من اهل النار، نعم نعتقد عائشه من اهل النار، حفصه من اهل النار، نعم من اهل النار، ولكن ما نستدل به هو في مصادركم دخول الرجال في بيت عائشه، هذا عندكم ليس عندنا. لم ترد، نحن ملتزمين شيعه اهل البيت ان ناخذ من اهل البيت. هل اهل البيت قالوا دخل رجل في بيت عائشه؟ لا. هل اهل البيت قالوا ان عائشه كانت ترضع رجال؟ لا. وما نستدل عليه هو لكونهم في كتب